السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ولسه مكملين في تحضيرات عيد الفطر المبارك. أعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. عملت معاكم بسكوت العيد وكحك العيد، كل اللي جربهم بيشكر فيهم وعجبهم جدا. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الغريبة بأسهل طريقة ومقادير مظبوطة، وان شاء الله هتعجبكم. الغريبة من الحاجات السهلة جدا السريعة، ما بتاخدش وقت في التحضير. هعملها معاكم بمقادير بسيطة وبأسهل طريقة. هعملها معاكم بثلاث مكونات بس: دقيق وسمنه وسكر. ومقدار السمنه نص مقدار الدقيق، ومقدار السكر نص مقدار السمنه. معايا 3 كوبايات من الدقيق منخولين، ونوع الدقيق دقيق فاخر او دقيق مخصص للكحك والبسكوت. وكوبايه ونص من السمنه بدرجه حراره التلاجة. لو السمنه عندك سايحه شويه هتحطيها في التلاجة لمده 10 دقايق لغايه لما تتماسك. ونوع السمنه سمنه بلدي او سمنه نباتي. ما ينفعش تحطي في مقادير الغريبه ولا زبده ولا زيت. الزبده فيها نسبه من السوائل، والزيت هينشف الغريبه. ومعايا كمان كوبايه الا ربع من السكر البودره، ويفضل انك تطحني السكر في البيت عشان السكر البودره الجاهز بيكون فيه نسبه من النشا. وهتخلي معيارك كله بكوبايه واحده عشان الغريبه تطلع معاكي مظبوطه. الكوبايه اللي عايرتي بيها السمنه هي اللي عايرتي بيها الدقيق هي اللي عايرتي بيها السكر البودره. وهبدا بسم الله الرحمن الرحيم. في بوله او في طبق هحط السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط السمنه في البوله او في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالمضرب الكهربائي هخلط السمنه لغايه لما السمنه تكون معايا كريمي. ما عندكيش المضرب الكهربائي هتخلطي السمنه بالمضرب اليدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلط. خلطت السمنه بالمضرب الكهربائي لغايه لما السمنه بقت كريمي ولونها فاتح. هنزل بالسكر البودره. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالسكر البودره على السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلط السمنه مع السكر لغايه لما السكر يختفي تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. خلطت السكر مع السمنه لغايه لما السكر اختفى تماما. هحط الدقيق في طبق او في بوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والدقيق بتاعي انا نخلاه. الكوبايه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوبايه الثالثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بالسمنه والسكر على الدقيق. وهخلط الدقيق مع السمنه والسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهخلط بايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايدي نظيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الغريبه مش بيتحط لها ولا بيكنج باودر ولا فانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف عجينه الغريبه حلوه ازاي، مقاديرها مظبوطه. لو عجينه الغريبه بتلزق في ايدك بتزودي لها شويه من الدقيق، ولو عجينه الغريبه ناشفه معاكي وبتشقق هتزودي لها بياض بيضه. هدخل عجينه الغريبه التلاجة ترتاح ربع ساعه. وبعد ما عجينه الغريبه ارتاحت في التلاجة ربع ساعه هشكلها. وبتشكلي الغريبه حسب رغبتك. وهشكل الغريبه بمكنه البوتفور. هاخد قطعه من عجينه الغريبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحطها في مكنه البوتفور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهضغط. بسم الله الرحمن الرحيم. وبيكون كده شكل الغريبه بمكنه البوتفور. هاخد قطعه تانية من عجينه الغريبه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحطها في مكنه البوتفور. هتضغطي ضغطه خفيفه عشان الغريبه ما تطلعش كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبالشكل ده شكلت الغريبة بمكنة البيتفور. هتشكلي الغريبة حسب رغبتك، وممكن كمان بتشكلي الغريبة كور صغيرة. هاخد قطعة صغيرة من عجينة الغريبة بسم الله الرحمن بالشكل ده، وهكورها بسم الله الرحمن الرحيم، وهضغط عليها ضغطة خفيفة بالشكل ده، واحطها في الصينية بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد قطعة تانية صغيرة هكورها واضغط عليها بالشكل ده، واحطها في الصينية بسم الله الرحمن الرحيم. وده شكل الغريبة بعد ما عملتها كور صغيرة وضغطت عليها ضغطة خفيفة. وممكن كمان بتشكل الغريبة بمعلقة صغيرة، بتشكل الغريبة حسب رغبتك. هكمل تشكيل عجينة الغريبة وارجع لكم تاني. وبعد ما شكلت الغريبة هزينها، وهتزينيها حسب رغبتك. معايا شوكليت شيبس ابيض وشوكليت شيبس شوكولاته، ومعايا لوز، ومعايا كمان الخرز الفضي المخصص للحلويات بيتباع عند مستلزمات الحلواني. هشكل بيه الغريبة، هشكل الغريبة وهتشكليها حسب رغبتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط الخرز الفضي في نص الغريبة بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بتحطيها في نص الغريبة بسم الله الرحمن الرحيم. وبالشكل ده زينتها بالخرز الفضي. وهشكل الغريبة اللي زينتها بالمعلقة بأنصاف من اللوز بسم الله الرحمن الرحيم. هحطها في النص بسم الله الرحمن الرحيم، واضغط عليها ضغطة خفيفة بسم الله الرحمن الرحيم. بتحطيها في نص الغريبة وبتضغطي عليها ضغطة خفيفة. ممكن كمان بتحطي سوداني. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وده شكل الغريبة بعد ما زينتها بأنصاف من اللوز. وهزين كمان الغريبة بشوكليت شيبس بسم الله الرحمن الرحيم. واحطها في نص الغريبة بسم الله الرحمن الرحيم. وهزين كمان الغريبة بشوكليت شيبس أبيض. هحط الشوكليت شيبس في نص الغريبة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وده شكل الغريبة اللي زينتها بالشوكليت شيبس الأبيض والشوكولاتة. ممكن كمان بتزين الغريبة بقرنفل، بتزين الغريبة حسب رغبتك. وبعد ما زينت الغريبة وبتزيني الغريبة حسب رغبتك، هدخل الغريبة فرن ساخن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. الغريبة بتقعد في الفرن من 10 ل 12 دقيقة. الغريبة ما بتاخدش لون، الغريبة بتستوى بس، الغريبة بتخرج من الفرن لونها فاتح. هدخل الغريبة الفرن، لما تستوى هرجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله. ده شكل الغريبة بعد ما خرجت من الفرن، شكلها حلو جدا. الغريبة ما فردتش في الصينية. جربي طريقتي في عمل الغريبة وإن شاء الله هتعجبك. شوفي الغريبة شكلها حلو ازاي، شوفي كمان الغريبة شكلها حلو ازاي. هسيب الغريبة لغاية لما تبرد وهقدمها. وده الشكل النهائي للغريبة الناعمة الدايبة. عملتها معاكم بأسهل طريقة ومقادير مظبوطة. جربي الغريبة الناعمة على طريقتي وإن شاء الله هتعجبك.
وده الشكل النهائي للغريبه الناعمه الدايبه. عملتها معاكم باسهل طريقه ومقادير مظبوطه. جرب الغريبه الناعمه على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. شوفي كمان بسم الله ما شاء الله، الغريبه شكلها حلو جدا. الغريبه ما بتاخدش لون، الغريبه بتخرج من الفرن لونها فاتح، الغريبه بتستوى بس. شوفي تسويتها صح. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي كمان بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي ناعمه ازاي، ناعمه ودايبه. جربي الغريبه على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. والنهارده عملت معاكم الغريبه الناعمه الدايبه بمقادير مظبوطه وباسهل طريقه. جربي الغريبه الناعمه على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. يا رب تكون حلقتي النهارده عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.